أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، تابعونا. وأخيرا تم الكشف عن من هي المستفيدة من منحة المرأة الماكثة في البيت. تابعوا معنا لما يقوله عن هذا الموضوع، ومن هي المستفيدة والشروط التي تجعلها تستفيد. استمعوا جيدا. المنحة الجزافية كان في خلط بين، خاصة فيما يخص نقطة المرأة ربة العائلة والمرأة ربة البيت أو المرأة الماكثة في البيت. طبعا ضروري أن نفصل في هذه النقطة حتى نضع المشاهد الكريم في الصورة، حتى يفرق بين المرأة ربة البيت والمرأة الماكثة في البيت. ما واضحة يعني ربة البيت التي بدون عمل، يعني ما ليس لها دخل لكنها لها عائلة، ولها عائلة ولها أولاد. والسؤال الذي يبقى مطروح، هل السيدة ماكثة البيت وعاجزة لا تستفيد؟ أكيد تستفيد. لماذا؟ لأنها ستصنف في ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني الحكاية بين 12,000 و 7,000 تختلف القيمة التي أكيد. تستفيد منها. وضيف إلى ذلك أيضا نسبة العجز، لأن الذين عاجزون 100% في تصنيف، والعاجزون أقل من 100% في تصنيف آخر حسب ما حدده المرسوم التنفيذي. وبالتالي ربة البيت ستستفيد من هذه المنحة، وهي أيضا ضمن التزامات السيد رئيس الجمهورية. وما تعلق بالعاجزون أو العاجزات مصنفون ضمن إطار آخر اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة. هنا نفتح أيضا القوس، من هي ربة البيت التي تستفيد من هذه المنحة؟ التي لها أولاد وبدون دخل، ولها زوج يعاني زوج مريض. لا، لما يكون عامل وله دخل قار بطبيعة الحال لا يستفيد. هو هذا المرسوم يستهدف الفئات الهشة، يعني لما ربة البيت ليس لها أي دخل ومتكفلة بعائلة تستفيد من هذه المنحة. أما التي في ميسورة الحال وزوجها تاجر ومدخول لأن فيها ملف، فيها شروط فيما بعد في تشكيل الملف هو الذي يقوم بالفصل في هذه الملفات. جميل. إذن المرأة ربة بعد الاستماع لما قاله عن الفرق بين ربة البيت والفرق بين المرأة الماكثة بالبيت، أنه والأكيد أن هناك منحة ستعطى وستقدم للمرأة الماكثة في البيت، يعني راح تكون إضافة للمستفيدين من المنحة الجزافية، يعني حيضيفوها مع المستفيدين من المنحة الجزافية. إلا الشيء الذي يفرق بينهم أنها ليست مريضة، ما تكونش خدامة، ما تكونش عندها دخل، وتكون مسؤولة عن عائلة وعندها زوج ماشي معصوري. هذه رح يزيدوها للمنحة الجزافية، يعني تولي تخص 700,000 كما اللي عندهم منحة جزافية. شكرا.